السلام عليكم، اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد وسفرة ندى. النهارده هنعمل كيكة الشاي. كان طلبتها مني سناء رمضان. كانت امبارح قالت لي ان هي عايزه حاجه للشاي سهله، فانا عشان خاطر عيونها النهارده عملت كيكة الشاي الجميله دي. كيكه جميله وسهله، وهنحط فيها مكون جديد كده ان شاء الله يعجبكم. وزي ما انتم شايفين كده اهي، شايفين لونها وطريه وعامله زي الاسفنجه. شايفين زي الاسفنجة اهو. اول ما الكيكه تبقى معاكي كده زي الاسفنجة تعرفي ان هي مظبوطه. لو ما عملتش كده دوستي عليها وما رجعتش معاكي تاني، تعرفي ان هي نية او هي تخينة او هي في حاجة فيها مش مظبوطة. لكن لو مشيتي على المقادير بالظبط زي ما احنا كاتبينها ان شاء الله تطلع معاكي حلوة وزي العسل. انا النهاردة هكتب لكم المقادير بالجرام للي عنده ميزان، وهكتبها لكم بالكوباية للي مش عنده. المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف جنب اسم الفيديو في سهم، هتدوسوا عليه هيطلع لكم المقادير. يلا نقول بسم الله ونبدأ الفيديو ونبتدي بالمقادير. يلا بينا. اهي المقادير اهي، مقاديرها بسيطة. ده الدقيق 350 جرام دقيق منخول وعليه ذرة ملح، 125 ملي زيت، 280 جرام سكر، سكر بودر مطحون، لبن 125 ملي لبن، 4 بيضات، معلقة كبيرة خل، فانيليا. ده بيكنج باودر 23 جرام للناس اللي بتستخدم البيكنج باودر الفلفل. ولو اكياس هو كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر 23 جرام. وده الطعم اللي النهارده هنشتغل بيه وهنميز بيه الكيكه بتاعتنا، وهو المانجا. الكيكه النهارده هنخليها بطعم المانجا. ده مسحوق ايس كريم باودر. ده الايس كريم الباودر. ممكن تستخدمي عصير اللي هو سريع الذوبان بطعم المانجا، برضو هينفع معاكي. ممكن بقى لو عايزه تحطي برتقان، عايزه تحطي بشر برتقان، عايزه سريع الذوبان بس بطعم البرتقان اللي يريحك، بس طعم المانجا جميل وجديد. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. انا كده جبت الصينيه اللي انا هشتغل بيها، وجبت مكعب زبده، وابتديت ان انا ادهن بيه الصينيه عشان خاطر ايه، الزبده حلوه جدا بتخلي الحاجه ما تلزقش معانا وتطلع بمنتهى السهوله وبتديها لون حلو وطعم حلو وريحه حلوه، سواء حلو او حادق. خلاص هندهنها كويس. انا هعمل الكيكه دي بالمضرب عشان كده انا طحنت السكر. لو انت عايزه تعمليها في الخلاط عادي مفيش مشكله، وفي الحاله دي مش شرط ان انت تطحني السكر لانه هيتخلط معاكي كويس في الخلاط. انا كده حطيت البيض وحطيت عليه الفانيليا وحطيت الخل، وهحط السكر وهبتدي اضربه بالمضرب. ممكن سهله جدا نعملها في الخلاط. هنضربهم كويس مع بعض. ده الخل اهو. ما تنسوش بقى تشدوا حيلكم في المسابقة. خلاص يوم الخميس قرب، نشد حيلنا في المسابقة اللي على الجروب، على جروب سفرة ندى على الفيسبوك. او هنقعد نضرب فيهم لحد ما الخليط يبيض معانا، لحد السكر ما يدوب والبيض يتضرب كويس ويبقى ابيض معانا فاتح. ممكن تستخدموا الفانيليا السايلة لو انتوا بتحبوها، نص معلقة شاي فانيليا سايلة. الناس اللي بتدخل عن طريق الرابط على الفيسبوك وبتيجي تعمل لايك او اشتراك، انا هنا حطيت المانجا، مسحوق المانجا. بتيجي تدخل من عن طريق الفيسبوك وتيجي تعمل اشتراك او لايك وبيقول لها تسجيل الدخول، تطلع خالص وتخش من على اليوتيوب عادي وتعمل في السيرش سفرة ندى، هتطلع لها القناة وتقدر تشترك براحتها. انا كده حطيت السكر والبيض والمسحوق بتاع المانجا والفانيليا والخل. انا هنا هحط الزيت، وكان فضل معايا حتة من مكعب الزبدة انا وبدهن الصينية، حطيته مع الزيت برضه هيديني طعم حلو. هبتدي اضرب كويس. كده انا جبت الدقيق. الدقيق ده انا حاطه عليه ربع معلقه ملح، وهنا هحط البيكنج باودر واقلبهم مع بعض.
هنحط الخليط ونضربه كويس. هقلبهم الاول بالمضرب، لان انا لو شغلت المضرب على طول الهبو بتاع الدقيق ده هيبهدل الدنيا، فانا هضربه وهقلبه كده الاول قبل ما اشغل الكهرباء، وبعدين هبتدي ان انا اشغل عليه. اي حد نفسه في اي وصفة او عايز اي حاجة يكتب لي في الكومنتات وانا هعملها له. انا النهاردة كنت ناوي اعمل دوناتس، بس لما هي قالت لي كده وطلبت مني رحت غيرت الفكرة خالص وعملت لها الكيكة دي، وحبيت ان انا اعملها لها بطريقة جديدة كمان ان شاء الله تعجبها. واي حد يجرب وصفة وتعجبه يا ريت ينزل لنا الصورة بتاعتها على الجروب الفيسبوك. هنا انا حطيت اللبن بعد ما ضربت الدقيق، اخر حاجة هحطها هي كوباية اللبن، 250 ملي لبن. هقلب المكونات مع بعض لحد ما تتجانس. انا مشغلة هنا على السرعة البطيئة، لما اول ما نحط الدقيق نبطئ السرعة كده. هديها تقليبة بالاسباتيولا عشان لو في حاجة ما اتخلطتش. شايفين هو كده الخليط مش خفيف كده، الخليط مظبوط طول ما احنا ماشيين بالجرامات. عمره الخليط ما هيفشل مننا، هو كده حلو. لو تخناه عن كده اول ما يستوي هنحس ان الكيكة بتاعتنا كبسة ومش هتبقى اسفنجية زي ما شفنا في اول الفيديو. فالخليط ده كده مناسب جدا جدا وهيطلع زي ما انتوا شفتوه. يعني هو مش بتقل الخليط. الكيك والحلويات اهم حاجة فيها المقادير والنسب، هنمشي عليها بالظبط هتطلع الحاجة معانا ناجحة حتى لو احنا اول مرة نعملها. كده بعد ما حطينا الخليط بتاعنا في الصينية وانا مسخنة الفرن قبل ما ابدأ خالص على درجة حرارة 180، هنحطها في الرف الوسطاني. اهي بعد ما طلعت اخدت معايا بالظبط 30 دقيقة، ما فتحتش عليها غير بعد 30 دقيقة لقيتها استوت. بعد ما طلعتها غطيتها وسبت شوف هينشف، ولو غطيناه بحاجة ستانلس او الومنيوم هيطرى وهيعجن. فالكيك نغطيه خلاص انا كده هقلبها. شايفين طلعت معايا بمنتهى السهولة، والزبدة مديها لون حلو، وحتى الطعم والريحة بتوع الزبدة حلوين جدا زي ما انتوا شايفين لونها. ان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفة وتعملوها وان شاء الله